العسكري هذا ما كان يعرف انه سوى اكبر غلطة، وهذا يوم قرر انه يداهم ساحة التفحيط هذه، وهذا من دون اي دعم من رجال الشرطة. حكومة ملعون والديه. ايوه دورية واحدة يا رجل. شو زمان. نتفوه والله من جد نتفوه. نتفوه. لو تيجي تنتهي وانا ابغاكم تتذكروا المثل هذاك اللي يقول لك الكثرة تغلب الشجاعة، واكبر دليل اننا نشوف الهبل هذا دائما يصير في امريكا. وايوه زي ما احنا عندنا مفحطين يجتمعوا في ساحة ويفحطوا، في امريكا في ناس يروحوا لاماكن ويسووا نفس الشيء، وهذه في امريكا يسموها تيك اوفرز. واكبر غلط اي شرطي يمكن يسويه انه يداهم هذه الاماكن لحاله ومن دون اي دعم من مركز الشرطة. واذا قرر يداهم هذه الاماكن المتجمهرين بيستلموه وبيجدولوا عليه، لكن بالرغم انه فعلة العسكري كانت صح ولا غلط، وهذا يوم داهم ساحة التفحيط لحاله، الشيء هذا فعلا ورانا قوة وشجاعة العسكري البطل، لأنه الأماكن المشبوهة هذه احتمال تحصل فيها كل أنواع الممنوعات زي المخدرات والأسلحة. الله يحمينا ويحميكم. والله ودك يجلدوني يا ولد. والله زي شد دباب مو مسلم. من الذين والله يخشون فيه. راحوا غطوا على خويهم، شفتها على الهلكس. وحتى انه الدرباوية ما كفتهم الطقطقة على العسكري، لأنه في النهاية طلعت سيارتين وكانوا يلحقوا الدورية. كفو انت امك العلم. جربان كفو. اول دقوا بالصدام شنكر. يجي شنكر هبدر على الرب. وشوفوا حتى المصور في النهاية ايش قال. هاي هم اكيد كانوا يعرفوا انه العسكري كان بيتصل بقوات الدعم، ومن بعدها يصير فيهم زي اللي صار في اللقطة هذه. سابون رجلية. وانا صراحة ارشح صاحب التشالنجر هذا كأسوأ سائق لسنة 2024، والدليل مو اي واحد ينفع يسوق سيارة 8 سلندر وعزمها قوي، لانه سيارته هجت لما حاول يدوس ويهرب من الدورية، لكن رجع وسوى 360 ورجع وصدم الدورية. وعندكم جروب الدبابات الستة هذا اللي كانوا كلهم طالعين ومستانسين، وهذا لين عدت لامبورجيني من عندهم، وطبيعي زي اي واحد لو شاف لامبورجيني بالشارع اكيد بيتحمس، مو صح؟ وعشان كذا اصحاب الدبابات سووا هذا الشيء بالضبط، وكانوا يلحقوا اللامبورجيني ويكشحوا له، لكن اللي يسوق اللامبورجيني ذاك اليوم كانت قافلة معاه ورفع لهم اصبعه حتى، بس هم برضه ما عجبهم الشيء هذا ولحقوا اللامبورجيني، وفي النهاية شوفوا ايش سوى فيهم. اوكي شوفوا، صح انه اصحاب الدبابات كانوا كريهين شويتين، بس هل كان يستاهل انه صاحب اللامبورجيني يتلف صدامه؟ انا ما ظنتي صراحه، واذا كنت تحسب انه سواقه السيارات اللي تجيك بقر عادي صعبه ومعقده، صدقني تراك ما شفت اي شيء، لانه في شركه تصنع وتبيع الات للزراعه والمزارعين اللي هي جون دير، وواحده من الاتهم هي الجراره هذه اللي تعشيقه القر فيها تجي بهذا الشكل. شوفوا كيف الرجال يعشق من الاول للثامن. Here we go. 1 2 3 4 5 6 7 8. الحين المهندسين يخترعوا قر الاوتوماتيك عشان يسهل عمليه قياده السياره ويسهل حياه الناس، مو صح؟ لكن الشيء اللي ما يعرفه اغلب الناس انه في نوع ثاني من القيور، لايتنينج رود، اللي كان يجي من الوكاله في بعض السيارات القديمه في الثمانينات، اللي هو باختصار خليط ما بين القر العادي والسكوينشل وقر الاوتوماتيك، بحيث تقدر تعشق النمر اللي بعدها بشكل مباشر وبدون كلتش، وهذا يستعملوه اكثر في سيارات الدراج. باختصار هو عبارة عن جير اوتوماتيك لكن مع خطوات اضافية. ليش صداع الراس الزايد هذا ما ادري، وهذا هو الفرق بين 1500 حصان و15000 حصان، لانهم جربوا يسابقوا سيارة دراج فيها 1500 حصان، وهذا مع سيارة ثانية مخصصة لسباقات الدراج واللي عندها تقريبا 15000 حصان، وفوق انهم اعطوا افضلية للكورفت ببداية السباق، السيارة الثانية فازت وبجدارة. والله الفيديو هذا مثال جدا ممتاز ليجحد مهما كانت الأدلة قوية. في اللقطة صاحب الكورفت رجع بالسيارة على صاحب الدباب، والرجال طلع من السيارة وسوى مجنون. ها ليش تصدمني من ورا؟ كلم الشرطة.
وقبل 10 سنوات تقريبا صارت عواصف غرقت اجزاء في اليابان، وواحده من الخسائر اللي سببتها هذه الفيضانات كانت لكزس LFA بالكامل تدمرت وصارت تالف. لكن بطل الدريفت الياباني يويشي إيمامورا اللي اخذ السياره وحولها بالكامل لوحش لحلبات الدريفت، وركب عليها ماكينه ناسكار 8 سلندر يولد 1000 حصان، وسياره زي اللكزس LFA جدا نادره وجدا غاليه، وقيمتها بالسوق حاليا توصل 900,000 دولار. وصح هي خساره انهم يحولوا سياره غاليه ونادره لسياره دريفت، لكن لا تنسوا انها بالبدايات تحطمت بفيضانات وصارت تالف، يعني في الحالتين خربانه، فليش ما يخربوها زياده ويحولوها لسياره دريفت؟ وخلال فترة التسعينات فولكس واجن كان عندها نسخة خاصة من سيارتها الجولف والبولو. هذا الشيء الغريب لأنه في الأصل الجولف كانت تجي بأربع ألوان من المصنع، أزرق أخضر أحمر وأصفر، واللي سووه إنهم جمعوا الأربع ألوان هذه ودمجوها في كل قطعة من بدء السيارة. أيوه في التسعينات كان يمديك تروح لوكالة فولكس واجن وتشتري هذه السيارة من عندهم. والله السيارة هذه لو تسوقها في الشارع يا إنها بتجيب لك كمية أنظار ما هي طبيعية، بس الشيء هذا ما يهم، شوفوا كيف الرجال اللي يسوقها فرحان. ترى لعلمكم فولكس واجن بالبدايات صنعوا 264 سيارة ومبيعاتها كانت جيدة، عشان كذا صنعوا 1000 نسخة من الجولف و1000 نسخة من البولو، وفي النهاية كلها انباعت. يا شيخ والله يا ريت لو خفة الدم والطقطقة هذه نشوفها في شركات السيارات أكثر اليومين هذه. وفي هذول الاستراليين اللي عدلوا على هذه الاس 13 اللي ما ادري كم هي كمية الأحصنة اللي وصلوها عشان يخلوا السيارة تحفر بكفرات فول سليك. مرة ما استبعد ان السيارة زي هذه يكون عندها فوق 1000 حصان. ويا جماعة شوفوا اللقطة هذه. لا 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 ايش سويت يا غبي؟ الشخصين هذول كانوا يبغوا يسووا ترند شافوه بالتيك توك، بس الظاهر نسوا انهم كانوا يمشوا على ثلج. اجري اجري يا حمار فك سبرنت لا يروح عليك اللقزز. والله جيب اللقزز راح جي. وفي الفقرة هذه أنا أبغى كل العيال ينضموا، أوكي؟ يا بنات أبغاكم تعلموني إيش نوع هذه السيارة، واللي بتعرف أنا والله بعتبرها تفهم بالسيارات يعني. أوكي بلا طقطقة خلاص. بكل اختصار صاحب السيلفيا اس 14 هذه أخذ السيارة وشال واجهيتها وحط عليها واجهية موستنج وبس. حقيقي شكرا على المشاهدة، وهذا كل اللي كان عندنا لليوم، وسلامتكم.